وحلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90 يا مساء الفل عليكم يا سميعة الراديو. ملوك الكورة دايما معاكم لكل عشاق كرة القدم، خصوصا الكرة العالمية بكل تفاصيلها، الدوريات الكبرى أو البطولات العالمية. وملوك الكورة النهاردة هم منتخب الفراعنة، منتخب الساجدين، منتخب مصر اللي فاز على منتخب جنوب افريقيا 1-0 بهدف للأسطورة محمد صلاح. مفيش كلام كتير يتقال غير ان لعيبه منتخب مصر النهارده كانوا رجاله بجد بالمعنى الحرفي، قدموا كل ما يستطيعوا من عرق وجهد على ارض الملعب، بصرف النظر عن احداث المباراه كلها، طرد محمد هاني وخروج عمر مرموش وركله الجزاء اللي لينا وركله الجزاء اللي كانت محتمل تتحسب علينا بتاعت ياسر ابراهيم. لكن في المجمل العام منتخبنا النهارده قدم مباراه مميزه جدا. الكابتن حسام حسن بكل شجاعه وجرأة كبيره جدا غير الخطه عن اول مباراه قدام منتخب زيمبابوي وما كبرش، قال لك احنا عندنا مشاكل دفاعيه، عندنا اختراقات من كل مكان. نزل النهارده الكابتن حسام لعب بشكل 5-3-2، وبالرغم من ان تبان الخطه دفاعيه 5-3-2 إلا أننا الشوط الأول قدمنا واحدة من أحلى المباريات اللي قدمها منتخب مصر آخر 15 سنة. بصراحة استحواذ وفرص، وكان ممكن مبكرا جدا الكرة العرضية اللي اداها محمد هاني ملحقهاش محمد صلاح، كان ممكن نحرز هدف مبكر جدا. لعبنا بزيزو وتريزيجيه ومروان في وسط الملعب، وقدام صلاح ومرموش، وخماسي في الدفاع كان ليهم أدوار عظيمة جدا، حمدي فتحي وعلى يمينه ياسر إبراهيم وشماله رامي ربيعة، وناحية اليمين محمد هاني، وناحية الشمال كان محمد حمدي. الأجمل كمان من الخطط والفنيات والكلام ده كله هي رجولة اللعيبة على أرض الملعب، سواء اللي بدأوا المباراة أو كمان نزلوا من على دكة الاحتياط. تخيل انت بتلعب قدام منتخب جنوب افريقيا الحريفة قوي اللي بيلعبوا كورة ممتعة جدا، شوط بحاله وانت 10 لعيبة، لكن قدرت تقفل ملعبك كويس جدا جدا مع تألق كبير جدا من محمد الشناوي اللي هروح له بعد لحظات واتكلم عنه بشكل كبير. لازم النهاردة احنا كجمهور كرة مصري لازم نتبسط بصراحة، لازم نرفع راسنا بمنتخبنا. لما تلاقي منتخبك بيلعبوا بهذه الروح الكبيرة والعظيمة جدا جدا يبقى لازم تفخر بيهم. انت كسبت وانت ناقص لاعب، ورديت اعتبارك قدام منتخب جنوب افريقيا اللي طلعك من البطولة 2019 اللي كانت هنا على استاد القاهرة. بصراحة شرفونا، بصراحة لعبوا مباراة كبيرة جدا. اول حاجة ممكن نتكلم عليها على المباراة النهاردة، مباراة منتخبنا قدام جنوب افريقيا، هو الكابتن حسام حسن العميد. بصراحة اللي حصل قبل بداية البطولة من هجوم كبير عليه، ده رقم واحد. رقم اتنين، ما ننكرش ابدا ان ناس كتيرة ما كانتش واثقة ابدا في ان الكابتن حسام ممكن يقدم افكار جيدة في البطولة، وكنا شايفين كلام من ناس كتيرة جدا ان هم خايفين بشكل كبير على منتخبنا، ودي كانت الاغلبية، خلينا نقول الحق. لكن العدل بيحتم على الجميع النهاردة ان هو يقف احتراما للكابتن حسام حسن على ما قدمه في اول مباراتين امام زيمبابوي وكمان النهاردة امام منتخب جنوب افريقيا. الكابتن حسام حسن في الماتشين دول عدى بظروف صعبة جدا جدا، تقلبات كتيرة ممكن اي مدير فني مهما كان اسمه يقع فيها او يتلخبط او يعمل مشاكل في التغييرات او في التشكيل. تختلف معاه في بعض القرارات لكن تتفق ان المحصلة النهائية ان منتخب مصر واحد من افضل المنتخبات في البطولة حتى الان هجوميا، والنهاردة شفناه كمان دفاعيا. رضا عام من كل الجماهير الحمد لله على منتخبنا النهاردة. كابتن حسام زي ما كنت بقول لك كده في بداية الكلام، ذاكر جنوب افريقيا كويس، قفل العمق بحمدي فتحي، قدم مباراة كبيرة جدا جدا الكابتن حسام وبنحييه عليها بشكل كبير. النهاردة اللعيبة كلهم كانوا ابطال بشكل كبير. الروح اللي كان بيلعب بيها التوأم حسام وابراهيم وهم لاعيبة كورة، النهاردة تحس ان هم نقلوها لل11 لاعب على ارض الملعب، روح بشكل غير طبيعي كان بيلعب بيها منتخبنا النهاردة. اللعيبة كلها كانت ابطال. لكن كلمني عن محمد الشناوي اللي برضو تعرض خلال الفترة اللي فاتت، والحق يقال هو كان مستواه مهزوز، تعرض لحملات كبيرة جدا جدا بتطالب ان ما يكونش هو الحارس الاساسي لمنتخب مصر. لكن النهارده يا جماعه 6 تصديات منهم 2
مباشرين جدا من داخل منطقة الجزاء قدامه، شايلهم بشكل أسطوري عظيم جدا. 6 تصديات فاز بيهم بلقب أحسن لاعب في المباراة. كلمني عن، ابدأ مثلا كده عن ياسر إبراهيم. ياسر إبراهيم النهاردة تحس ان هو بيلعب آخر مباراة في حياته، آخر مباراة في مسيرته الكروية، بيجتهد بشكل غير طبيعي. النهاردة أرقامه كانت عظيمة جدا، عمل مساهمات دفاعية 14 مرة، تشتيت الكرة 9 مرات، الفوز بالثنائيات 4 من أصل 6، قطع الكرة مرتين، يعني أرقام عظيمة جدا. عودة رامي ربيعة للملعب أضافت خبرة وتقل بشكل كبير جدا لخط دفاع منتخب مصر. كلمنا عن صلاح الأسطورة النهاردة اللي بتتغنى بيه وسائل الإعلام الإنجليزية على واحد من أساطير كرة القدم سواء مع ليفربول أو مع منتخب بلاده. فاحنا النهاردة الكلام هيبقى كتير جدا عن المباراة وتفاصيلها والفنيات واللعيبة. عايز أسألك سؤال ندردش فيه كده على مدار الحلقة مع بعض. رأيك ايه في أداء منتخبنا النهاردة؟ قول لي كده من وجهة نظرك أحسن 3 لعيبة في منتخب مصر النهاردة. الشناوي طبعا منهم، قول لي 2 كمان. عايز تقول ياسر إبراهيم وصلاح، ياسر إبراهيم مثلا ومروان عطية، عايز تتكلم عن حمدي فتحي. قول لي أحسن 3 لعيبة في منتخب مصر ورأيك في أداء منتخبنا وتغيير الخطة من الكابتن حسام. طلع المحلل الفني كده اللي جواك وقول لي كل حاجة انت حابب تقولها عن المنتخب، سواء على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010 400 90 90 4. يلا نبدأ حلقة النهاردة. مساء الفل عليكم يا سميعة الراديو في كل مكان. معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو، هو رئيس تحرير البرنامج. يلا نبدأ حلقة النهاردة، يعني هنتكلم فيها بكل تأكيد عن المنتخب وعن التأهل الحلو اللي تأهلناه النهاردة كأول للمجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية. انت أول برغم من أي حاجة بقى في الجولة الثالثة، فعندك فرصة عظيمة جدا قدام أنجولا إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي الساعة 6 بالليل. تجرب بقى تريح أولا لعيبة صلاح، تريزيجيه، مروان عطية، ياسر إبراهيم، محمد حمدي. في لعيبة كتيرة محتاجة ترتاح، في لعيبة محتاجة تاخد وقت زي إمام عاشور، مصطفى محمد، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل. تجهز اللعيبة كده علشان مشوار البطولة لسه طويل إن شاء الله. بإذن الله احنا كده هنستمر في هذه المدينة الجميلة أغادير. والنهاردة شفنا ملحمة عظيمة جدا جدا في الملعب، جماهير مغربية وجماهير مصرية امتلأ الملعب عن آخره بتشجيع عظيم جدا. جعلت محمد صلاح بعد المباراة يشكر الجماهير المغربية العظيمة اللي ملأت الملعب بالإضافة للجماهير المصرية، وكان تشجيع عظيم جدا جدا لمنتخب مصر. فهنستمر إن شاء الله في دور ال16 في هذه المدينة وفي هذا الملعب. هنلعب قدام مين في دور ال16؟ هنلعب عن ثالث المجموعة، يا إما الأولى أو الثالثة أو الرابعة. لسه هنشوف التوالت في المجموعات، سواء بقى هتبدأ تتضح ان شاء الله في الجولة الثالثة. يعني احنا بنتوقع مثلا منتخب بنين، اوغندا، زامبيا، بتسوانا، هذه المنتخبات ممكن تواجهها في دور ال16 بإذن الله. دور الثمانية على حسب بقى ما هتروح في اي اتجاه لما تلاعب ثالث اي مجموعة. ممكن تروح في دور الثمانية بإذن الله تواجه مثلا المنتخب الجزائري القوي، ممكن تروح تواجه كوتيفوار، ممكن تروح تواجه الكاميرون. دول ال3 منتخبات المتوقع ان انت تواجههم في دور الثمانية. بإذن الله تعدي دور الثمانية بإذن الله، يبقى انت قدامك مهمة السنغال. انت كده تجنبت المغرب تماما إلا إذا واجهتها بإذن الله في المباراة النهائية. المغرب بتلعب دلوقتي أمام منتخب مالي، مباراة قوية في حضور إليو ديانج وتشكيل مغربي مدجج بالنجوم، والنتيجة التعادل السلبي حتى الآن. هنعمل ايه النهارده في ملوك الكوره؟ هنتكلم عن منتخبنا بكل تأكيد، هنتكلم عن الكوره اللي اتقدمت، هنتكلم عن افكار الكابتن حسام حسن، هنتكلم كمان عن الدوريات الكبرى. عندك بدايه للجوله ال18 في الدوري الانجليزي، دلوقتي بدأت مانشستر يونايتد مع نيوكاسل، بدايه قويه وعظيمه جدا جدا للجوله ال18 في الدوري الانجليزي اللي برضو ان شاء الله هنتكلم عنها النهارده في ملوك الكوره. لكن الفرحة هي اللي غلبانة، وبكل تأكيد كلامنا عن منتخب مصر هيكون أكتر وأكتر، وعن كأس الأمم الإفريقية بشكل عام. وتعليقاتكم إن شاء الله على مدار الحلقة نقراها مع بعض. تاني وتالت ورابع، مبروك لمنتخبنا، مبروك للرجالة، مبروك للكابتن حسام حسن اللي شرفونا بصراحة النهاردة واجتهدوا بشكل كبير جدا وأمتعونا وفرحونا بشكل كبير ورجعونا
نعيش اجواء منتخب مصر، المنتخب الساجدين، منتخب الفراعنه اللي بيجتهد وبيسيبها على الله، والتوفيق باذن الله بيجيله، ومن خطوه لخطوه باذن الله للبطوله باذن الله. فاصل ونرجع لكم على طول، نبدا مع بعض ملوك الكوره على هوا الراديو 90 90.